Hello everyone. كتير من أولادنا مش قادرين يفرقوا بين الword الكلمة وبين السنتنس الجملة. طب أنا إزاي أقدر أساعدهم وأعرفهم الفرق بين مجرد إن يبقى قدامي only word كلمة بس وبين إن أنا يبقى قدامي sentence. أنا أعمله الطريقة دي والطريقة دي جميلة جدا وهتخليه يعرف بسرعة يفرق بين الword والsentence. أكتب له مثلا أي pronoun اختاره زي I مثلا وأقول له إن I دي only word كلمة بس مجرد كلمة. لكن لو أنا جبت I تحتيها وحطيت جنب منها verb زي have بقت I have أنا أملك. دي بقت اتحولت من مجرد كلمة إلى جملة. I have أنا أملك. I have أنا أملك. أنا هكتب I حتين أمشي حتة صغيرة واكتب another word كلمة تانية الاتنين على بعضهم هيبقوا جملة. يبقى sentence في English بيتكون من فاعل وفعل فاعل وفعل. يبقى subject و verb. لو أنا عندي subject وجنبيه verb يبقى أنا كده عندي sentence. I لوحدها دي كلمة subject كلمة لوحدها مش عاملة جملة. لكن لو قلت I have دي بقت جملة. ولو قلت I have a cat بقى عندي جملة مكونة من I subject have verb a cat object بقى عندي subject verb object subject verb object. ودي الجملة في الإنجليش بتتكون من subject فاعل و verb فعل و object مفعول. بس الاتنين الأساسيين عندي هما subject وال verb. I have a cat أنا أملك قطة. ولازم تعرفه وانت بتديره بالشكل ده تقوله إن الآي هنا capital والآي هنا أول letter في الكابيتال في السنتنس لازم يكون capital letter. Start with a capital letter. و at the end of the sentence حط لي full stop نقطة. يبقى start with a capital letter و at the end of the sentence add full stop. حط full stop. والطريقة دي تبقى جميلة جدا وهيعرف من خلالها يفرق بين الورد الكلمة وبين sentence. والفرق هيبقى واضح جدا من خلال الكتابة بنفس الشكل كده تحت بعض بنفس الشكل عشان يقدر يميز تمييز بصري للفرق اللي واضح قدامه.